يلا يا حبيبي، النهارده هناخد السكون. أ، ب، ت. ايه الكارثة دي؟ لو المدرسة بتاعت ابنك بتعمل معاه كده اهربي بسرعة، اوعي تكملي معاها. ليه بقى؟ لان ده مش درس السكون خالص خالص خالص. تعالي معايا تعرفي ايه هو درس السكون. السكون عبارة عن مقاطع. ما ينفعش السكون او الحرف الساكن يقف لوحده. ده انا دايما كنت بغنيها لهم واقول لهم ايه: انا دايرة مدورة، انا نونو صغيرة، ما اقدرش اقف لوحدي، لازم حركة قبلي. انا دايرة مدورة، انا نونو صغيره، ما اقدرش اقف لوحدي، لازم حركه قبلي. طيب عندي ايه؟ قلت لكم السكون عباره عن مقاطع، لازم يجي الحرف الساكن مع حرف قبله، قبليه حرف الفتحه او كسره او ضمه ايا كان الحركه ايه. زي ايه؟ ان، من، هل، بس، صل، سر، اذ، عظ، ذق، رج، فذ، كل. ماشي، اديني اديت له تدريبات عليها بالفتحه وبالكسره وبالضمه. طيب بعد كده لما بشتغل معاه الكلمات، انا لما بشتغل معاه الكلمات بقول له ايه؟ بقول له خد بالك، انا عندي الساكن لازم اقراهم على قبل. يعني بقول بخبي هو الحرف الاخير اهو: شئ، شئ، تا، شئ، تا، جئ، 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 تا، صك، صك، صقر، شم، شم، شمس. طب هنا يا ميس اسماء دول اربع حروف وفي حرفين ساكنين وحرفين مش ساكنين وحرفين ساكنين تاني برضو. يبقى اخبي اول حرفين وهقول اب، اب، وهرجع اخبي هنا ذر، ذر على بعض، اب، ذر. طب هنا اع، اع، لم، لم، اعلم، اذ، اذ، رع، رع، ازرع، اس، اس، مع، مع، اسمع. طيب التحليل، اوعي 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 تنسي التحليل في السكون، لان دايما بقوله ايه؟ الساكن مع اللي قبله. عندي هنا كلمه زي كلمه صقر، هكتب الصاد مع القاف والراء لوحدها. طيب هنا ارسل، هحط دايره على السكون عشان ما لخبطوش. في ساكن تاني اهو، حط دايره عليه، كل دايره هنكتبها لوحدها. ارسل. طب هنا يصنعوا، يصنعوا، هبتدي احط دايره على الحرف الساكن مع اللي قبله اهو واكتبهم لوحده. طب في سكون تاني؟ لا، يبقى اكتب كل حرف لوحده. يص، والنون، والعون. بس كده، وبكده نكون خلصنا شرح